القضية أصبحت مكتملة، فنحن نناشدهم أن لا يجي شهر رمضان إلا وقد أعدم هذا الشخص، نظرا للموقف المفزع والمفجع لأبناء الشعب بهذه القضية. وأناشد كل أبناء اليمن أن يقوموا معنا وأن يوقفوا وقفة رجل واحد حتى نتمكن من إعدام هذا العنصر الفاسد المجرم الذي عمل جريمة على أشياء يعني ما لهاش قيمة. غرض سرقة ذهب، قام بقتل المرأة، وقام بأخذ الخواتم من فوق أصابعها وهي مقتولة، وأحد الأطفال قام بفتح الطاقة يصيح، ضربه حتى قتله، الثاني ضربه 3 ضربات حتى أنهاه. طبعا هذا كلامه وليس كلامي. عموما أنا أوضح للعالم، للناس، للمجتمع، للشعب اليمني هذه القضية برمتها.